لو فاضل على امتحانك 7 أيام وحاسس إنك مضغوط وتعبان نفسياً ومتوتر ومش عارف تبدأ منين، خليني أطمنك الأول قبل أي كلام عن مذاكرة أو خطط. الإحساس ده طبيعي جداً، ومش معناه إنك ضعيف ولا فاشل ولا أقل من غيرك، معناه بس إنك إنسان تحت ضغط، وده شيء أي طالب بيعدي عليه. بس الفرق الحقيقي بين طالب بيطلع من الأسبوع ده كويس وطالب بيطلع محبط هو إن واحد فيهم وقف والتاني قرر يكمل بعقل، وده اللي إحنا هنعمله سوا دلوقتي. ركز معايا، الأسبوع ده مش محتاج حماس زيادة ولا سهر ولا قلق. الأسبوع ده محتاج هدوء ونظام والتزام بسيط كل يوم. خلينا نبدأ من الأساس الصح. قبل ما نمسك قلم أو كتاب، لازم تفهم إن المذاكرة مش إنك تفتح الكتاب بالساعات. المذاكرة الصح إنك تكون فاهم أنت بتعمل إيه وليه بتعمله، لأن أكبر غلطة بيقع فيها أي طالب قبل الامتحان إنه يجري ورا الوقت، فيجري من غير اتجاه ويتعب من غير نتيجة. أول يوم عندك في ال7 أيام ده هو يوم مصيري، لأنه بيحدد شكل الأسبوع كله، واليوم ده اسمه يوم التنظيم. ومهمتك فيه مش إنك تذاكر ولا تحفظ ولا تحل، مهمتك إنك تواجه نفسك بالحقيقة من غير خوف. تقعد في مكان هادي بعيد عن الموبايل وتمسك ورقة وقلم وتكتب كل المواد اللي عليك مادة مادة، من غير ما تقول دي سهلة ودي صعبة. وبعد كده تحت كل مادة تكتب الدروس أو الوحدات بالتفصيل، وبعدها تقسمهم 3 أقسام بصدق شديد: حاجات فهمها كويس وتحتاج بس مراجعة، حاجات فهمها نص نص وتحتاج شغل، وحاجات وقع منك أو عمرك ما فتحتها. التقسيم ده مهم لأنه بيشيل الوهم وبيخليك تشوف وضعك الحقيقي بدل ما تفضل تقول أنا متأخر أو أنا تمام من غير دليل. في نفس اليوم تبص على وقتك، تشوف انت بتصحى امتى وبتنام امتى وكم ساعة تقدر تذاكر فيها بتركيز حقيقي مش وانت تعبان، وتحط خطة واقعية، لأن الخطة اللي تتحط على الورق وتتنفذ أحسن 1000 مرة من خطة مثالية ما تتنفذش. اليوم التاني بقى وهو بداية الشغل بجد، يوم الفهم. وهنا ركز، الفهم مش معناه إنك تعدي على الدرس وتقول تمام. الفهم معناه إنك تقدر تشرح الفكرة لنفسك، تفتح الدرس، تقرأ أو تسمع الشرح على مهلك، وكل فقرة تقف عندها وتسأل نفسك: أنا فاهم دي ليه؟ طب لو حد سألني عنها أجاوب إزاي؟ ولو حسيت إن في حاجة مش واضحة، ترجع تاني من غير كسل، لأن أي حاجة سبتها غامضة دلوقتي هتتحول لكابوس بعدين. ممنوع تحفظ جملة أنت مش فاهم معناها، وممنوع تقول هفهمها في المراجعة، لأن المراجعة مش للفهم، المراجعة للتثبيت. اليوم الثالث تبدأ أول مراجعة حقيقية، وهنا هتحس إنك نسيت، وده طبيعي جدا، بل ده شيء صحي لأن مخك لسه بيتعود. تقفل الكتاب وتحاول تفتكر، تسميع بصوتك، كتابة أفكار من دماغك، تحل أسئلة بسيطة. ولو غلطت ما تتوترش، الغلط هنا علامة إنك بتتعلم. المهم إنك تقف عند الغلط، تفهم سببه وتصلحه فورا. اليوم الرابع تزود الحمل شوية، تمسك أسئلة أكتر، نماذج امتحانات، مسائل متنوعة، وتبدأ تتعامل مع الوقت. تحل وانت باصص على الساعة، مش عشان تضغط نفسك لكن عشان تتعود، وتكتب كل غلطة في ورقة مخصوص. الورقة دي مهمة جدا لأنها هتكون دليل ضعفك الحقيقي. اليوم الخامس ده يوم اللمة والتثبيت، وهنا بقى لازم تكون ذكي، مش بترجع تذاكر من الأول، لا، انت بتراجع العناوين، القوانين، التعريفات، النقاط المهمة، بتعمل خرائط ذهنية، بتربط الدروس ببعضها، بتخلي المادة في دماغك كأنها قصة واحدة متكاملة، لأن العقل بيحب الصورة الكبيرة أكتر من التفاصيل المتفرقة. اليوم السادس تمتحن نفسك بجد، تعمل امتحان كامل كأنك داخل اللجنة، نفس الوقت، نفس القعدة، نفس التركيز، مفيش موبايل. وبعد ما تخلص ما توقفش، ده أهم يوم، تقعد تصحح لنفسك وتشوف كل غلطة وتكتب سببها، هل هي نسيان، هل هي عدم فهم، هل هي تسرع، لأن معرفة سبب الغلط أهم من الغلط نفسه. اليوم السابع ده يوم نفسي قبل ما يكون دراسي، مفيش ضغط، مفيش مذاكرة تقيلة، مراجعة خفيفة، بص على ورقة الإخطاء، العناوين، القوانين، ونوم بدري، لأن دخولك الامتحان وانت هادي وواثق أهم بكتير من إنك تدخل وانت صافي زيادة بس مرهق. خلال الأسبوع كله خلي ليك روتين ثابت، تصحى بدري، تشرب مية، تبعد عن الموبايل أول ساعة، تبدأ بمراجعة خفيفة، بعدها جلسة مذاكرة عميقة من غير تشتيت، تاخد راحة قصيرة، ترجع تحل، وفي آخر اليوم مراجعة بسيطة ونوم بدري. ابعد عن السهر لأنه بيكسر التركيز، ابعد عن الموبايل لأنه أكبر عدو لأي طالب، وابعد عن المقارنة لأن المقارنة بتكسر النفس وبتضيع الطاقة. افتكر دايما إنك مش فاشل، انت بس محتاج نظام، و7 أيام ممكن يغيروا مستواك فعلا لو التزمت. مش مطلوب منك تكون عبقري، مطلوب منك تكون ثابت، خطوة صغيرة كل يوم، ومع نهاية الأسبوع هتتفاجئ بنفسك. فقوم دلوقتي، اقفل أي حاجة بتشتتك وابدأ أول خطوة، وربنا مش بيضيع تعب حد أبدا.